هي ليه عربية فول واحد بقت من أشهر عربيات الفول في مصر؟ وإيه الفكرة بقى أو المميز اللي في ناس بتطخ مشوار 3 ساعات عشان تفطر أو تتسحر عنده؟ أول سبب وعرفته إن هو فتح من 1999. تاني سبب وهو إنه فتح في أقدم منطقة في القاهرة وهي الظاهر. تالت سبب وهو البطاطس الجمبري اللي محدش يعرف سرها بتتعمل إزاي. ومش بس كده، ده بيعمل اومليت بسطرمه بخلطه سريه جدا. وعلى فكره الناس اللي انتوا شايفينها ديت مش مظاهره او خناقه، الناس ديت جت تتسحر عنده عادي. اول ما توصل للمستشفى القبطي وتلاقي العربيه ديت يبقى انت كده وصلت. طلبنا سحور خفيف عشان ما نتقلش على المعده. البطاطس الجمبري بتاعته في حته تانية خالص، انا يمكن جربتها 3 مرات او 4 مرات، بجد في حته تانية خالص. المميز بقى في الفول اللي بالزيت الحار عنده، اللي التتبيله بتاعته حلوه جدا والزيت الحار كميته حلوه. طلبنا كمان فول بالزيت العادي بس طعمه ما كانش عادي خالص. ايوه ده اول ليه محطوط على الفول ديت مع الزيت اللي هو العادي، طعمه جامد قوي. ولازم تضرب لك فحل بصل يطلعك المريخ عند عنب على طول. الجديد بقى والمميز عنده فول بالليه. ريحه الفول بتحسسك ان انت شامم ريحه طاجن لحمه ضاني قوي، انما طعم الفول بقى كان طعمه خطير. يا لو يا جدعان، رهيب رهيب قوي. شويه سلطه بقى عشان نرتب المسائل وودي معانا. نخش على الاومليت بسطرمه ده بقى، واخر حاجه نبلع بقى بشويه ويسك حلال زي دول. وبجد كانت تجربه سحور 100 100.